اخواتي وحبايبي، انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان هتكلم فيه عن الجمهور المصري اللي بيشجع منتخب مصر. الحلقة دي مهمة جدا في نقطة معينة او مهمة عايز اتكلم فيها. انا شايف على الفيسبوك ناس طالعة بتقول اصل المنتخب المصري كله لعيبة مسلمة، ما فيهاش لعيبة مسيحية. يا جماعة الكلام اللي بيتقال ده كلام غلط، ما ينفعش. انت كبلوجر مشهور على الفيسبوك او على الانستجرام تطلع تقول كده. انت كده هتعمل فتنة طائفية في البلد، كده غلط. الكلام ده ما ينفعش يتقال خالص. ما ينفعش اطلع اقول اصل المنتخب المصري ال29 لاعب اللي فيه كلهم مسلمين ومفيش مسيحيين. انت كده هتزعل الناس كلها من بعض، انت كده هتوقعنا كلنا في بعض. ده كلام ما ينفعش يتقال. وبعدين هي هتفرق ايه؟ كل مسلمين كل مسيحيين؟ مش هتفرق والله. احنا كلنا اخوات وكلنا عايشين في بلد واحدة، فمش هتفرق بقى مسلم من مسيحي. انت كده هتبوظ الدنيا، انت كده عاوز تعمل مشاكل، انت كده عايز توقع المسلمين في المسيحيين، وده ما ينفعش ومش هيحصل. لان احنا كلنا بلد واحدة، احنا كلنا مع بعض، فما ينفعش نزعل من بعض. احنا كلنا بنشجع المنتخب بتاعنا، مسلمين مسيحيين مش هتفرق والله. وبعدين زمان كان في كابتن هاني رمزي كان مسيحي وكان معانا في المنتخب، كان عادي يعني يعني مفيش حاجه. ما في ناس مسيحيين بتخش المنتخب، ايه المشكله يعني؟ ليه بقى انت طالع تقول على الفيس اصل المنتخب المصري كله مسلمين ومفيهوش مسيحيين؟ يعني انت عايز تتشهر وخلاص، او عايز تعمل ترند وخلاص؟ ما ينفعش تعمل كده، انت كده هتزعل الناس كلها من بعض، انت كده هتزعل الناس كلها من بعض. فانا اتمنى ان الكلام ده ما يتقالش تاني. في حاجه تانية بقى عايز اتكلم فيها. الحاجه التانية اللي انا عايز اتكلم فيها، في ناس برضو شايفة على الفيسبوك لما المنتخب كان بيلعب الأرجنتين، شباب من مصر طالعين بيشجعوا الأرجنتين، لابسين فانلة الأرجنتين، بيشجعوا ميسي، لابسين الفانلة بتاعت ميسي. انت ازاي منتخب مصر بيلعب وانت بتشجع الأرجنتين؟ انت يا ابني انت ما عندكش انتماء، ما عندكش دم، ما عندكش غيرة، ما عندكش روح. ازاي بتشجع واحد من الخصم؟ ازاي بتعمل؟ سواء بقى هو كافر مسيحي يهودي، حتى لو مسلم بس بيلعب في دولة تانية، ما ينفعش تشجعه قدام المنتخب المصري. انت اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، عيب عليك. عيب عليك لما المنتخب بتاع بلدك يكون بيلعب وتشجع المنتخب الخصم. انت فين اخوتك وفين غيرتك على بلدك؟ لا، والغريب بقى ان انت بعد الماتش، بعد ما الارجنتين كسبت مصر وكسبونا ظلم كمان، طالع تحتفل. بتحتفل عشان ميسي كسب منتخب مصر في الدور ال16 وتأهل للدور الثمانية. والله العظيم انت ما عندك دم، انت ما عندكش دم، ولا عندك نخوة ولا عندك غيرة. انت حيوان، انت خنزير، انت مجرم. انت ما ينفعش اصلا تبقى مصري، ما ينفعش تبقى موجود معانا. وشايف ناس في جمهور برضو وشباب برضو في اليمن وفي الاردن وفي الحتت دي برضو بيشجعوا الارجنتين. ازاي يا جدعان؟ يعني انت حتى لو ما انتش مصري بس عربي لازم برضو تشجع المنتخب المصري، شجع المنتخب المغربي، شجع المنتخب الجزائري. انت عربي زينا، انت عربي زينا، ما ينفعش تشجع فريق من منتخب من اوروبا وهو بيلاعب منتخب من القاره بتاعت افريقيا. ما فيش حاجه اسمها كده. ما اللي انت بتعمله ده غلط. ده انا شايف امبارح فيديو لإيهاب توفيق المغني مع مي حلمي في البرنامج، بيقول لها انا لو شفت واحد قدامي بيشجع منتخب الارجنتين قدام مصر، او بيشجع منتخب الارجنتين قدام اي فريق تاني، انا هبهدله وههزقه وهمسح بكرامته الارض. بصراحه عنده حق، بصراحه عنده حق والله. يعني ده حاجه تحرق الدم. وبعدين ده انت كمان شايف
قدام عينك ان الحكم بيظلمنا وبيطبل وبيقف في الصف بتاع ميسي عشان الارجنتين تكسب. وبعد كل ده ليك عين ان انت تطلع قدام الناس وانت لابس التيشيرت بتاع الارجنتين؟ ده انت انا مش عايز اكفر حد، بس انا بقول لك ان انت كافر، انت مجرم، انت ما ينفعش اصلا تبقى بني ادم. ده انا كرهت الارجنتين وكرهت ميسي اكتر بسبب اللي حصل في الماتش بتاعنا ده. وحسب الله ونعم الوكيل فيهم، عشان هم كسبونا ظلم، مش كسبنا بما يرضي الله. وكمان لما كابتن حسام حسن رفع العلم بتاع فلسطين في الملعب بتاع دالاس في ولاية امريكا، دي حاجة هيجي الدنيا عليه. خلوا يعني هو خلى الاتحاد الفيفا يحطه في دماغه. وهم حطوا كابتن حسام حسن في دماغهم ازاي ترفع علم فلسطين وانت على ارض الامريكان. طب احنا مش هنخليك تشوف خير بقى يا معلم، يلا، وهنقلب الترابيزه عليك. وبالفعل ده حصل فعلا، هم عملوا كده وحرقوا دمنا وخرجونا من البطوله، واحنا ما كناش نستحق ان احنا نخرج. احنا حقنا ان احنا نكمل لان احنا كنا جامدين جدا. وانا شايف ان احنا كنا اجمد منتخب في المونديال كله. واللي يخلينا نعمل ماتش عالمي كده مع الارجنتين يخلينا نعمل ماتش جامد جدا مع فرنسا ومع النرويج ومع اسبانيا ومع اي منتخب كنا هنقابله. فالمهم نرجع لموضوعنا. الناس اللي لابسه تيشيرت الارجنتين وبتشجع ميسي، خلي عندك دم حبيبي، خلي عندك دم، ها، وخلي عندك انتماء لبلدك. لما بلدك المنتخب الوطني يكون بيلعب لازم تشجع المنتخب الوطني بتاعك، ما تروحش تشجع منتخب تاني حتى لو غير الارجنتين. شجع منتخب بلدك. المنتخب المصري خرج، شجع بقى ايه منتخب عربي، يا اما ما تشجعش بقى خالص، ما تتفرجش اصلا على كوره. انا كده وصلت رسالتي في الفيديو وكده الحلقه خلصت، وان شاء الله اشوفكم في حلقه تانية بامر الله.